هلو معاكم هدير نجيب، لايف كوتش، يوجا انستراكتور، سول دانسر اند ديتوكس كونسلتنت. النهارده جايه اتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا، هو انك ازاي توصل للمهارات اللي فيها انك تحب نفسك، انك تقدر نفسك، يبقى عندك تقدير ذات والصوره الذاتيه تكون بتاعتك قويه. وده بيوصلك لايه؟ بيوصلك ان انت يبقى عندك علاقات بتدعم حقيقتك، علاقات بتديك حب غير مشروط، ما بتشرطش عليك حاجه عشان تحبك، بتوصلك ان انت في العلاقه تبقى كفايه من غير ما انت مضطر تعمل حاجه او مضطر تبذل مجهود. هتلاقي نفسك بتاخد الحب من كل انواع العلاقات بكل سهوله، وما فيهوش struggling، او ما فيهوش صراعات، او ما فيهوش الحاجات اللي احنا بنمر بيها. وهقول لك حاجات دلوقتي بتدل على ان انت ما بتحبش نفسك، او ان انت بتجذب علاقات فيها عدم تقدير، وفيها ان انت المفروض تشتغل على السيلف ستيم والسيلف لاف والسيلف ايمج. طبعا انا طالعه لكم النهارده بالبيجامه، وبس احنا مع بعض وبنحب بعض، وانا عارفه انه في بينا دايما تواصل طاقي، فبنقبل بعض، وانا كمان بستقبل جدا 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 الحب الغير مشروط. فانتوا بتحبوني حب غير مشروط وانا موافقه عليه جدا جدا جدا. يلا بينا. حاجة هتكلم معاك عن بيحصل معاك ايه فبيدل على انك بتتعرض للحب الغير مشروط، او انك انت عندك الايشو ده اللي المفروض تشتغل عليه بتاع حب الذات. اول حاجه، انت بتتعرض للتنازلات، دايما بتتنازل، دايما انت اللي مقبل في العلاقه، دايما انت اللي بتقدم حاجات كتير قوي 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 عشان تتحب. زي ما قلت في الفيديو بتاع انستجرام، انك انت ممكن تلاقي نفسك بتغير من حقيقتك، بتغير لبسك، بتغير مستوى المعيشه بتاعتك، بتغير حاجات كتير وبتضغط على نفسك فيها عشان ترضي نظره البارتنر بتاعك ليك، او ترضي الشخص اللي انت قاعد معاه وهو بيبص لك ازاي. ممكن ساعات كتير بتبقى قاعد عادي جدا، وممكن يكون مش بارتنر، صديق عادي، بس انت مضطر تتعامل بشكل معين، تقلب نبرة صوتك، تبقى لابس لبس معين او براندات مثلا، او تبقى نازل النزولة دي، فتضطر تبقى في شكل معين عشان الشخص ده انت عارف ان هو بيبص للشكل بتاع البني ادمين، او بيقيم البني ادمين من خلال الحاجات دي. فانت بتقلب حياتك عشان خاطر هو يبص لك البصة اللي ترضيه هو وترضيك عن نفسك. ده معناه ان انت عندك مشكله في السيلف لاف والسيلف ستيم والسيلف ايمج زي ما قلنا. حاجه كمان بتقول ان انت عندك نفس المشكله، هي انك انت ما بتعرفش تعبر عن اللي مضايقك. يعني ساعات بتتنازل ان انت تقول اللي مضايقك، او تتجاهله، او تعمل تراكمات عشان خاطر اللي قدامك ما يتضايقش، او اللي قدامك ما يحسش ان هو ممكن يمشي ويسيبك، او ما تحسش ان هو ممكن يقفش وتتضايقه. فانت بتبتدي تتنازل عن الخناقه، او بتتنازل عن التناقشات. حاجه تانية بتاكد ان انت عندك نفس المشكله، هي انك انت ما بتعرفش تقول لا، او ما بتعرفش تعبر بشكل بسيط قوي انك انت انا هعرف اعمل ده ومش هعرف اعمل ده، انا شايف ده يتعمل كده وشايف ده ما يتعملش كده، فانا مرتاح ان انا اعمله بالشكل ده. فلو عندك الثلاث حاجات دول بيدلوا كويس قوي انك انت عندك مشكله في السيلف لاف، سيلف ستيم، سيلف ايمج اند سيلف كونفيدنس. الاربع حاجات دول بيبقى عندك مشاكل فيهم. بطل تقدم تنازلات، وفكر كويس قوي انك انت من حقك تكون مرتاح، من حقك انك انت والشخص اللي قدامك تكونوا مرتاحين مع بعض. طب لو احنا نفترض ان انت جيت قلت لي احنا الاتنين دلوقتي عايزين نخرج، وفي واحد من الطرفين مش عايز يخرج، ما وقت ما يبقوا عايزين يعملوا حاجة فيها مشاركة، احنا موافقين جدا انه في واحد فينا مش عايز يعمل ده، يعني احنا الاتنين عايزين نريح بعض، فبالتالي انا مش عايز اضغط عليه، وممكن اريح نفسي بشكل تاني ان انا اخرج لوحدي، او انا عندي مساحه ان انا اخرج وهو ما يخرجش، وهو عنده المساحه انه يسيبني اخرج لوحدي وما يخرجش معايا. فاحنا الاتنين في الحاجه اللي بنعملها مع بعض عايزين نريح نفسنا وعايزين نريح بعض، بس انا عايزه اريح نفسي برضو الاول. انا ببص لنفسي at the first place عشان راحتي من راحه الشخص التاني، لازم احسبها كده. والتنازلات اللي انت ما بتجيش فيها على نفسك ما بتتسماش تنازلات، بتتسمى ان انا بعمل ده من باب راحة، او من loving space زي ما بنقول، او من مكان انا مش خايف ان هو يمشي ومش خايف ان هو يزعل، لا انا اوكي، انا فعلا قادر اعمل ده وعندي مساحة ان انا اعمل ده. النقطة التانية ان انا بعرف اعبر كفاية وانا بقول عن اللي انا حاسه ومش خايف. هوريك ازاي ممكن دلوقتي تعبر عن اللي انت حاسه وانت مش خايف. لازم يكون في body language معين.
لازم وانت بتعبر عن اللي انت عايزه تكون واقف مستقيم، الشولدرز بتاعتك داون، ايدي بتتحرك من جوه لبره مش من بره لجوه. انا لما باجي اعمل لك واوضح لك كده وايدي بتتحرك من جوه لبره، ده معناه ان انا بانفايت يو تو ماي بوينت اوف فيو او تو ماي برسبكتيف، او بوريك انا باصص للموضوع من فين. بحاول اخلي البادي لانجوج بتاعتي مريحه، في حاجات كتير من منطقه راحه مش من منطقه خوف. وانت بتتكلم انت شايف ان هو لازم يحترم اللي انت حاسه من غير ما انت تكون بتفكر هو شايفك ازاي. فاهم نقطة، انت مش بتفكر هو شايفك ازاي، انت شايف نفسك في الحتة دي صح وانت بتعبر عنها. مش مهم دلوقتي مين الصح ومين الغلط، المهم ان انا بعبر عن اللي انا حاسه بشكل فيه اريحية وبشكل فيه حب لنفسي وحب للي انا بقوله، وما عنديش مشكلة اتشاف ازاي او اتقيم ازاي. لو انا جيت مع الشخص ده معرفتش اعبر، ابراكتس التمرين ده مع كذا شخص عشان اتعلم ازاي اقدر نفسي واحترم اللي انا بقوله واحترم ذاتي واوصل نفسي سيلف كونفيدنس والسيلف لاف والسيلف استيم والسيلف ايمج. تالت نقطة المفروض تشتغل عليها هي انك انت تعرف تقول لأ، لانك انت بتتكلم عن الحاجة اللي بتقدر تعملها وما بتقدرش تعملها، وانت بتقول لأ ركز انك انت بتفكر في نفسك الاول وعايز تكون مرتاح. بالتالي بتبعت اشارات طاقيه للشخص اللي قدامك انك انت بتقدر نفسك وانت كمان لازم تقدرني. الشخص اللي قدامك بيبتدي يفرض على نفسه ان هو يقدرك ويقدر انت بتعرف تعمل ايه وما تعملش ايه، ويبتدي يحبك من غير شروط، لان هو مش مضطر انه يحبك عشان انت بتعمل له حاجه، لا هو ابتدى يحبك فعلا لانك انت زي ما انت وبتحترم ذاتك وبتحب نفسك. خلي بالك دايما اللي ما بيعرفش يقول لا بيجذب الناس اللي تستغله وبيجذب الناس اللي ما بتحبوش لحقيقته، بتحب ان هو بيقول على كل حاجة وبيقول حاضر على كل حاجة. 4 مهارات كمان ممكن يساعدوك ان انت تحب ذاتك. اول حاجة ان انت تحترم الوقت اللي انت عندك فيه مشاعر سلبية، يعني وقت ما تكون عندك دي تحترم المشاعر اللي انت بتحسها، مش لازم طول الوقت تبقى سعيد عشان ترضى عن نفسك. 2، حاول على قد ما تقدر تكافئ نفسك على المرحلة اللي انت وصل لها. ممكن تبقى عارف ان الحاجة دي صح بس انت مش قادر تعملها، احترم انك مش قادر تعملها، احترم وما تضغطش على نفسك ان انت تعمل الحاجة الصح طول الوقت، لا احترم المرحلة اللي انت وصل لها. تالت نقطة هي وقت ما انت بتعمل حاجة مش عاجباك او وقت ما انت بتعمل حاجة خطأ، ما تحاولش تعاقب نفسك ولا تعاقب الانر تشايلد بتاعك. وقف الشبح اللي دايما بيكلمك بصوت الضمير او بصوت العار، عشان ده بيوقفك كتير قوي عن انك تعمل فعلا الصح وتفضل منغمس في الغلط. رابع نقطة وهي لو انت بتعمل شغلك او بتعمل حاجة انت بتحب تعملها وما عملتهاش في اكمل وجه، من حقك على نفسك انك تحترم ان انت ما عملتهاش في اكمل وجه. زي مثلا انا يوجا انستراكتور، عملت كلاس مش احسن حاجه، كان عندي ايفنت ما طلعتش اتكلمت فيه احسن حاجه، 90% من الوقت عندي كونفيدنس، ومره منهم ما كنتش كونفيدنت خالص. فانا من حقي على نفسي ان انا اقدر ان انا وقعت في ده واقول عادي مش مشكله، ما بقيمش نفسي مين شايفني ازاي، انا عندي براح ومساحه حرة اني احب فيها نفسي، ومديه المساحة دي ان انا ممكن مرة اقع وممكن مرة اطلع، ودي انسب طريقة تخلي نفسك انت اعلى بالفايبس بتاعتك، وانسب طريقة تساعد نفسك على الحقيقة والهوية بتاعتك ان هي تفضل موجود. لو عملت المهارات دي هتجذب لنفسك الاشخاص الحقيقية اللي بتحبك عشانك انت، زي ما انا عايزة اشخاص تحبني عشاني انا. انت لو بتكلمني او بتسمعني او بتتعامل معايا تحب هدير عشان خاطر هدير، مش بتحب هدير عشان ما بتقولش لا، عشان بتعملي اللي انا عايزاه عشان خاطر هي بتضحي. لا، هتحب هدير عشان افكارها، عشان الذبذبات بتاعتها، عشان عندها حقيقه خارجه من جوه لبره، من مكان فيه حب، من مكان فيه اتساع، من مكان فيه رحمه، من مكان فيه لطف بينها وبين نفسها، فبالتالي بيبقى واصل طاقيا لكل اللي حواليها. لو عايز تجذب العلاقات دي حقيقي، وانا طبعا اتحولت من ليفل للعلاقات دي للعلاقات دي، فبقول لك على المهارات دي عشان تبتدي تجذب زي العلاقات دي، وتبتدي توصل لمرحله فيها كونفيدنس وقوه وحب وانطلاق، وفي شعاع خارج منك كده طاقي بيلهم الناس او بيخلي الناس بتحبك وبتحب تتعامل معاك، لانك انت حقيقي، لان انت بتتحرك من عند ربنا سبحانه وتعالى، مش في اي حاجه في الدنيا تانية محركاك. حب نفسك بجد واوصل للمناطق دي بكل قوه ومن غير خوف. اتحرك من نقط فعلا فيها اطمئنان، مش فيها فير وفيها قلق وفيها خوف. انا دايما معاكم، واي حد حابب يبعت لي اي حاجه ويسالني على اي حاجه في الفيديو سيبها لي في الكومنتس، برد على كل الناس، او ابعت لي على انستجرام برضو برد على كل الناس. اشوفك في فيديو تاني.
ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل ولايك للفيديو لو عجبك، وتشير الفيديو لكل الناس عشان تستفيد زيك. ما تنساش ان دي كارما ايجابية. اشوفك في فيديو تاني. باي باي.